الأمونيا واحد من أهم التحاليل اللي بتقابلنا في المعمل. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن الأمونيا بالتفصيل الممل، إزاي بنشتغله جوه المعمل، وهنتكلم عن الشرح النظري الخاص بالأمونيا، وهنشوف علاقته بالبرين وعلاقته بالليفر. حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا، فركز معايا في كل كلمة هنقولها في حلقة النهاردة. بس قبل أي حاجة، لو أنت أول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. صلى على النبي ويلا بينا نبدأ مع بعض. معاكم كابتن أناليسيس. الأمونيا ليها اسم تاني وهو البلاد أمونيا أو أمونيا الدم. عندي ليها مصدرين في الجسم. المصدر الأول وهو الميتابوليزم أوف بروتين. طيب المصدر التاني بواسطة الكولون بكتيريا نتيجة لتحلل البروتين. حلو الكلام جدا. أول ما الأمونيا يتم إنتاجها عندي إيه اللي هيحصل؟ قالك هتروح للليفر. خلي بالك إن الأمونيا دي مادة شديدة السمية، فأنا هوديها للكبد عشان يتعامل معاها ويقلل السمية بتاعتها. الأمونيا راحت للكبد، هيحصل لها إيه؟ هيحصل لها كونفيرت، هتتحول لمركبين. المركب الأول أقل سمية وهو اليوريا، والمركب الثاني وهو الجلوتامين. طيب اليوريا هيتم طردها خارج الجسم عن طريق الكلية أثناء عملية التبول. طب الجلوتامين قالك هيتم استخدامه لتنظيم الإلكترولايت أند البيز بالانس. حلو الكلام جدا. عملية الكونفيرت دي لو ما حصلتش بشكل صحيح هيحصل عندي كارثة. ايه هي الكارثة؟ قالك زيادة نسبة الأمونيا في الدم. طب ايه اللي هيحصل؟ قالك الأمونيا لو زادت في الدم هتجري بتعشق مكان اسمه البرين، هتروح للبرين وتعمل ليا هيباتيك انكفالوباثي أو اعتلال دماغي كبدي. طب ايه اللي هيحصل؟ قالك المريض ده هيحصل له عرضين في غاية الخطورة. الأول وهو الكونفيوجن توهان، والتاني وهو الكوما هيدخل في غيبوبة. كمان لازم تكون عارف ان نسبة الامونيا لما بتزيد في الاطفال هتعمل لي بلاد فومتنج ترجيع دموي. ارتفاع نسبة الامونيا في الدم بتسمى هايبر امينوميا. حلو الكلام جدا. هقول لك معلومة حلوة قوي. ايه علاقة الامونيا بالبيلروبين؟ قال لك لما بيزيد نسبة الامونيا في الدم هنلاحظ زيادة نسبة البيلروبين في الدم. ايه السبب؟ قال لك اول حاجة انها هتعمل انهبت سيل جروث، وده هيسبب موت الخلايا المبرمج، وهيدمر لينا الميتوكوندريا في خلايا الكبد، وبالتالي هتقل كمية الطاقة، وده هيأثر على الاكسبريشن اوف انزيم associated with bilirubin metabolism، وبالتالي هتزيد نسبة البيلروبين عندي في الدم. النسبة الطبيعية للأمونيا بتختلف من الأدلت عن التشايلد عن النيوبورن، وبالتالي دي النسب الطبيعية للأعمار المختلفة الخاصة بالأمونيا. ايه هي الحالات المرضية اللي هيزيد فيها نسبة الأمونيا increased أمونيا؟ قالك أول حاجة liver failure، تاني حاجة السيروزس، تالت حاجة الجي اي hemorrhage، بعد كده الكونجستيف هارت failure، كمان الهيموليتيك ديزيز اوف نيوبورن، وحالات اللوكيميا، وأخيرا الريس سندروم. كل دي حالات بتؤدي إلى زيادة نسبة الأمونيا في الدم. مش كده وبس، ده في أدوية هتسبب زيادة نسبة الأمونيا في الدم زي كل الأدوية اللي انت شايفها قدامك دي، وعشان كده لازم تاخد الهيستوري بتاع المريض، ولو المريض واخد أي نوع من الأدوية دي بعد ما تطلع نتيجة الأمونيا تكتب كومنت بيقولك patient under controlled with treatment by، وتكتب اسم العلاج اللي المريض واخده. تعال نتكلم عن الجزء البراكتيكال العملي، ازاي بتشتغل الامونيا جوه المعمل. قالك اول حاجه الميثود هتبقى كاينيتيك، الويف لينس اللي هتشتغل عليه 340. الاسي تايب او التفاعل بتاعك بيكون فيكسد ريت. طب الدايركشن هيكون ديكريزد. ركز معايا، لما تفتح علبه الامونيا هتلاقي فيها 4 ريجنات، R1 R2 R3 والستاندرد. طيب ازاي تحضر الوركينج سوليوشن؟ قالك بص، هتاخد 900 مايكرون من R1 زائد 100 مايكرون من R3،
كده انت حضرت الوركينج سوليوشن. لازم تكون عارف ان الطريقة دي بتختلف من شركة للتانية، وعشان كده لازم تطلع البامفلت بتاعتك وتقراها كويس وتتبع الخطوات اللي موجودة فيها. نكمل مع بعض. العينة اللي أنا هستخدمها قال لك سيروم أو بلازما. لو سيروم فأنت هتاخد العينة تحطها في بلين تيوب وتسيبها خلال 10 ل 15 دقيقة وبعدين تفصلها. طب لو بلازما قال لك منع التجلط الوحيد اللي أنا أقبله وهو الإيديتا. أي منع تجلط تاني هيعمل لي فولس انكريزد ريزلت، هيعلي لي نسبة الأمونيا. كمان المريض لازم يكون صايم فاستنج. كمان لازم يكون avoided smoking، يعني متجنب أي تدخين، لأن التدخين هيأثر على نتيجة الأمونيا. بعد ما خدت العينة غطيها كويس جدا واملى الأنبوبة للآخر وحطها في ايس، حطها في تلج، وبعد كده تعمل لها سنترفيوج خلال 20 دقيقة من سحب العينة. الاستابيليتي بتاع العينة وركز فيه قوي، 15 دقيقة في 15 ل 25 درجة مئوية، وساعتين في من 4 ل 8 درجة مئوية، وثلاث أسابيع في درجة حرارة -20. الاستابيليتي مهمة جدا 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 في تحليل الأمونيا. دلوقتي هنتكلم عن الميثود، الطريقة اللي هتشتغل بيها. المحاليل معاك وسحبت العينة وفصلتها زي ما قلنا، يلا بينا نشوف هنشتغل ازاي. هنحضر 3 أنابيب بلانك ستاندر سامبل. هتحط في أنبوبة البلانك 1 ملي من الوركينج سوليوشن، وفي أنبوبة الستاندر 1 ملي من الوركينج سوليوشن زائد 10 مايكرون من R2، وفي أنبوبة السامبل 1 ملي من الوركينج سوليوشن زائد 10 مايكرون من R2. بعد كده هتعمل انكيوبيشن 3 دقايق في درجة حرارة 37. طيب بعد كده هتشغل الجهاز بتاعك، الفاكتور هيكون متبرمج على الجهاز 521. بعد كده هتدخل البلانك وتاخد القرايه بتاعته زي ما احنا متعودين. بعد كده هتدخل على الستاندر وتيجي جايب انبوبه الستاندر وحاطط عليها 100 مايكرون من الستاندر ومدخلها على الجهاز بعد ما تعمل ميكس كويس، وتاخد قرايه بعد 30 ثانيه وبعد دقيقتين و30 ثانيه، وتطلع المتوسط والجهاز بيحسب ده جواه. بعد كده هتجيب انبوبه السامبل وتحط فيها 100 مايكرون من السيروم على الانبوبه وتعمل ميكس كويس جدا وتدخل العينه على الجهاز وتاخد قرايه بعد 30 ثانيه وقرايه بعد دقيقتين و30 ثانيه، وبعد كده الجهاز هيعمل الكالكوليت جواه، هيحسب جواه ويطلع لك النتيجه. دي كانت حلقه النهارده في تحليل الامونيا بالتفصيل سواء نظري او عملي. اتمنى الحلقه تكون مفيده، ولو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناه وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد. كان معاكم كابتن اناليسيس.